السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط باحلى واجمل طريقة، بخلطة خطيرة بجد. مش هتاخد منك اي وقت في الخلاط، ببيضة واحدة بس. ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة ايه والخلطة الحلوة اللي احنا هنعملها مع بعض دي. اول حاجة كده معايا بصلاية كبيرة، بصلاية واحدة وفصين توم بس. هحطهم كده في شفشق الخلاط، هنزل عليهم بطماطماية كبيرة، طماطماية واحدة وكوباية من المية، وهبتدي ان انا اضربهم في الخلاط بالشكل ده كده لحد ما ينعموا خالص. وهنزل ببيضة واحدة بس في الخلاط وهضربها برضو. هحط معاها معلقة ملح كده، معلقة ملح كبيرة، ومعلقة كبيرة من البابريكا تديني لون حلو قوي، ومعلقة طبعا من الكمون، ومعلقة من الكزبرة، وحاجة بسيطة قوي كده شطة تطعم لي الموضوع. الطريقة دي كده بعد ما ضربناهم كويس قوي في الخلاط كده مع بعض، هنزلهم كده ببولة كده، وهبتدي ان انا احط شوية كده حبة كده من الدقيق اهو كده، يعني حوالي كوباية كده من الدقيق او نص كوباية. واحط 3 معالق من النشا، هتديني قرمشة حلوة قوي للقرنبيط. وهخلط كده الدقيق والنشا مع الخلطة الحلوة اللي عملناها في الخلاط مع بعض دي، ببيضة واحدة بس مش اكتر. وطماطمايه زي ما حطينا كده في الخلاط، طماطمايه بتدي لون حلو قوي وطعم، وكمان البصلة برضو اللي حطيناها معاهم بتدي طعم حلو قوي. ومش هنكتر التوم، هما فصين بس كده. وهنضرب كل الحاجات دي مع بعض. طبعا القرنبيط بتاعنا سلقاه في ميه وملح وكمون، زي طبعا ما كلنا عارفين اهو كده، زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. سلقته في مية وملح وكمون. هبتدي دلوقتي ان انا انزله كده في الخلطة اللي احنا عملناها دي اهو كده، وهطلعه كده بالمعلقة، وهنزل بيه على طول في زيت سخن اهو كده. هيطلع معانا بلون حلو قوي وطعم كمان حلو قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم يا رب. اهو كده، حط واحدة كمان اهو بالشكل ده كده، وطلع باللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. بجد طعمه حكاية، وكمان طالع بلون روعة، وبيضة واحدة بس مش اكتر. اللهم بارك، زي ما انتوا شايفين كده طعمه ولونه حكاية بجد اهو. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.